دلوقتي احنا بنشوف ناس عندها حب شباب كتير قوي، كتير طبعا. ويجي يروح واخد واحده منهم تروح سايبه ندبه او حفره كبيره مكانها، والموضوع بيعمل مشاكل لناس كتير قوي نفسيا. مشكله الحبوب ابسط بكتير من مشكله الندبات، يعني انا اعالج حبوب وده في وقت قليل، لكن الندبات ممكن تستمر معايا الوقت، ممكن نعدي 3 شهور و4 شهور. ده يقول لنا غير ان هو مجهد ماديا ومجهد في الوقت طبعا، يعني ده يقول لنا ان اول ما يظهر لي حب شباب ما نلعبش فيه، اجي على طول للدكتور. بالظبط لازم. ولما اجي لك حضرتك بتعملي ايه يا دكتور؟ لو الموضوع لسه في بدايته، حبوب بسيطه والموضوع سهل يتعالج، بنمشيه بالكورس بتاعت العلاج العاديه بتاعتنا، كورس انتيبيوتيك، كريمات بسيطه، نمشي على روتين كويس، ممكن نعمل جلسات الفيشيال تنظيف البشره. انما لو الموضوع دخل في ندبات، لا وقتها لازم بنحط كورس للجلسات، زي طبعا دلوقتي مشهور قوي الفراكشنال ليزر، ومتاح عندنا طبعا احدث الاجهزه دلوقتي، والنتائج بتاعته حلوه قوي. من اول جلسه ممكن بنشوف فرق يعدي 30 ولا 40%. طب بيقعد قد ايه تقريبا بقى، كام جلسه كده على ما نخلص الموضوع يعني ده؟ لو الموضوع مثلا على حسب الديجري بتاعت الندبات، لو الموضوع بسيط قوي مجرد بدايه ندبات ممكن ياخد معانا جلستين. لو الموضوع اكتر شويه واخد سكند وثيرد ديجري ممكن ياخد معانا من 3 ل5 جلسات. ده على فكره وقته كويس جدا. كويس جدا. في ناس طبعا بتعاني من ده في حياتها كلها وبتكره شكلها لا بسبب طبعا الموضوع ده. كمان بقى احسن كتير، لان بقى في كمان مع اجهزه الفراكشن ليزر سبسيجنز احسن، زي تسليك الندبات اللي هي تقطيع الالياف، بنشيل التليفات اللي حصلت تحت الجلد، ممكن كمان نحقن البوتوكس والفيلر، ممكن كمان نحقن حاجه اسمها الاوكسيزومز. كل ده بيساعدنا النتيجه تبقى كويسه، نوصل للنتيجه المرضيه في وقت قريب قوي.